بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده بنعمة ربنا هناخد سؤال تاني من سفر التكوين. سألوا ربنا لابراهيم، فبيقول لربنا لابراهيم كده، بيقول له: لماذا ضحكت سارة قائلة أفي الحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ السؤال ده سأله ربنا وكان قاعد مع إبراهيم في أحد ظهورات العهد القديم في خيمة، وكانت سارة في خيمة تانية. فربنا قال لإبراهيم: زي السنة دي هيكون عندك ابن. سارة طبعا زي ما بيقول الكتاب المقدس أو بيشرح لنا بولس الرسول كانت قد قطعت عادة النساء. يعني إيه؟ يعني المستودع شاخ أو الرحم مبقاش ممكن بالمفهوم البشري يقدر ينجب. لكن الحقيقة السؤال ده ليه أكتر من معنى. المعنى الأولاني إن ربنا عارف كل حاجة. مش معنى إنك أنت يا سارة في خيمة غير الخيمة اللي أنا فيها فأنا مش عارف أنت بتقولي إيه. مش معنى إنك أنت مش شايفاني بعينيكي إن أنا مش سامعك. لأ، أنا سامعك كويس أوي. وده درس ليا ولينا كلنا، إن في أوقات كتيرة أوي بنبقى عاتلين هم الناس تقول عننا إيه لو سمعت كلامنا أو شافت أفعالنا، وناسيين إن ربنا شايفنا طول الوقت. ده الدرس الأولاني. طب وإيه الدرس التاني؟ الدرس التاني إن فعلا سارة بعد سنة جابت إسحاق، وكأن الله بيقول: هو انتوا بتضحكوا على كلامي ليه؟ هو انا مش قادر؟ هو انا مش ضابط الكل؟ هو انا مش كل القدرة؟ اللي انا بقوله هيتم. كل كلامي صدق، لان الانسان غير الله. الانسان ممكن يغير كلامه، لكن ربنا ثابت في وعوده وعهوده طالما الانسان متمسك بيها. يبقى اخدنا درسين. الدرس الاولاني ان كل كلمة بنقولها وكل فعل بنفعله هو مكشوف امام الله. عشان كده في سفر الرؤيا ربنا يقول: انا عارف اعمالك، فلازم اخلي بالي قوي ان كل كلمة هعطي عنها حسابا. الدرس التاني ان انا ما شكتش ابدا في مواعيد الله، لان كل القدرة واللي يقوله ربنا ده ربنا يا جماعة لازم نثق فيه. اقول لكم ايه؟ صباح الخير.